ويلكم باك. طبعا في فيديو النهارده هوريكم افضل المودات اللي انت ممكن تشغلها على ماينكرافت الجافا. مودات هتتجه حرفيا لو انت كنت بتلعب هارد كور او سرفايفل. بس متنساش تعمل لايك والاشتراك عشان حرفيا اخر فترة مفيش دعم خالص. ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا على الفيديو. واول مود معانا مود الشجرة. المود ده عبارة من اول ما بتكسر بلوكة بينزل لك الشجرة بالكامل بالمنظر ده. والمود ده هينفعك حرفيا لو انت هتعمل مشروع كبير او هتعمل فورم كبيرة او هتعمل بيت كبير. فحرفيا افضل مودات وحرفيا بينزلك الستيك بالاب. وده اسم المود لو انت عايزين تنزله. ويلا بينا على المود اللي بعده. المود اللي بعده اللي هو الفري كام. الفري كام طبعا معظمكم بيعرفوا، لكن ده في ناس بتستخدمه طرق تانية، انك انت مثلا تشوف البيت بتاعك من فوق او تستخدمه للغش. يعني ممكن تشوفه زي الاكس كده. المهم وتعالى ندخل على المود اللي بعده واللي هو مود الجاما او مود الاضاءة. حرفيا المود ده من افضل المودات اللي انت ممكن تنزلها. هو عامل زي النيجد فيرجن، لكن النيجد فيرجن في يعني اجهزة كتير مش بتشغله، لكن الجاما ده بيشتغل على جميع الاجهزة. زي ما انتم شايفين الفرق الشاسع في الاضاءة، وكمان في الكهوف بيشتغل في كل الاماكن. فطبعا اسم المود هسيبلكم اهو. ويلا بينا ندخل على المود اللي بعده. معظمكم بيعرفوه واللي هو الاوتو كليك. المود ده حرفيا انك انت عبارة انك انت بتدوس على زر من الكيبورد ويبدأ يكسر مع نفسه. انا حرفيا مش ماسك الماوس غير بحركه بس وهو بيكسر زي ما انتم شايفين في المنظر ده. وحرفيا ممكن تستخدمه مش على البي اكس بس، على الاكس والصيف وجميع الايتم. فالمود ده ينفعك مثلا لو انت تعمل كيفنج كتير. وتدخل على المود اللي بعده برضه مهم، هو مود اللي هو الموارد. المود ده عبارة عن انك انت لو كسرت حبة ايرون يكسرلك جميع حبات الايرون اللي حواليه. فالمود ده ينفع جدا لو انت بتعمل كيفنج في الكهف. وطبعا بدكم طبعا اهم المودات اللي انت ممكن تنزلها. فتنساش تعمل لايك والاشتراك وجهاز تفعيل عشان يوصلك كل حلقة او كل تحدي انزله. وطبعا يا ريت لو معاك تحدي تسيبولي تحت او معاك اي سؤال تحت سيبهولي. وطبعا نسيت اقولكم على المود ده اللي هو مود الماب. المود ده مود الماب ده تبدأ تستخدمه لو عايز تشوف فيه قرية حواليك او في اي حاجة. ده تقدر تنزله. حرفيا المود ده بنصح اي حد ينزله، حتى انا بستخدمه في كل فيديوهاتي. وبس كده، يلا مع السلامة.